يا سعد بيه، هو حضرتك هتيجي امتى؟ لا ابدا، اصل في شغل كتير متاخر وعمليات كتير قوي عايزين ننفذها. ايوه مستنيين راي سعادتك. يا طارق اتصرف انت، انا موكلك بدالي. لا مش هقدر اجي النهارده يا عم، ده انت صاحبي من زمان وثقه. طيب ماشي، هكلم انا مندوبنا في البورصه واقول له ينفذ كل طلباتك. يلا سلام. يا حبيبي اهو انت كده بتحبني بصحيح. يا حبيبتي انت عندي اغلى من اي حاجه. ربنا يخليك ليا يا رب. الا قول لي يعني هي المسقعه دي ناويه تخلص امتى؟ على وشك، روحي بس انت ارتاحي شويه وانا دقايق وهيكون الاكل جاهز. طب يا حبيبي يا روح قلبي، ما تسيب روز تكمل الطبخ. لا ابوس ايدك، روز ايه دي فلبينيه يعني بلاش في الاكل بتاعنا ده خالص. وبعدين انت حامل يا حبيبتي، وانا ما اضمنش يعني اكلها ممكن يعمل فيكي ايه، اصلها بتعمل اكل ما يتاكلش. هي يعني بصراحه اكلها غريب شويه. لا مش شويه، لا اكلها غريب جدا. طيب انا بس عايزه اسال سؤال، يعني انت هتقعد تطبخ كده كل يوم؟ لا ما تقلقيش، على فكره انا طباخ بريمو وعجبك. طيب وشغلك؟ لا ما انا ماشي كل الشغل بالتليفون ده، بس لغايه ما اجيب طباخ يكون نفسه حلو. بجد يا حبيبي يا سعادتي يا حبيبتي. انت اللي حبيبتي يا رشروش. لازم يا سعد، السكينه هتعورني. الف بعد الشر عليك يا حبيبتي، ان شاء الله. انا ايه يا بنت، دوري وشك الناحيه التانيه. الله، واحد ما يعرفش ياخد راحته مع مراته في بيته ولا ايه؟ بس يا سعد دي فلبينيه مش فاهمه حاجه. لا يا روحي، اصل اللي احنا بنعمله ده لغه عالميه، والقروبه دي تلاقيها فاهمه كل حاجه. يا سلام، والله ولايق عليك المكتب قوي يا طارق بيه. هو ده الشغل والا بلا. اطلبي لي واحد قهوه مظبوط ومعاه كوبايه ميه ساقعه بتترعش. ماشي يا سعد، ماشي. قلت ايه يا طارق بيه؟ انا شايف ان المبلغ قليل بالنسبه للخدمه اللي انا هعملها لكم. انت عايز كام؟ 3 مليون جنيه. 3 مليون جنيه مرة واحدة؟ مش كتير على اللي هيشتري السهم بتاعكم اللي هيقع على الارض وهيشيل بدلكم طين. ولا انتوا ناسيين الصفقات اللي انتوا عملتوها؟ لما تتعرف فضيحتكم هتبقى بجلاجل، مش كده؟ السهم بتاعكم هيبقى عامل زي ورقه الخص، مش هيبقى ليه قيمه. هتشتري كام سهم؟ كله. يعني هتشيل ب 10 مليون جنيه؟ وليه عموله 30%. اتفقنا. هتشتري امتى؟ هاخد 1.5 مليون كاش، وال1.5 مليون التانيين تكتب لي بيهم شيك يستحق الصرف بعد يومين. اشمعنى يومين يا طارق بيه؟ لان اليومين دول هم اللي هكون نفذت فيهم العمليه. اتفقنا. على خيرة الله. اسمحوا لي في البدايه ارحب بضيفنا الموجود معانا النهارده استاذ الدكتور احمد السعيد يونس، رئيس جمعيه اصدقاء لبن الام المصريه واستاذ طب الاطفال وحديثي الولاده. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا بيك والحمد لله على السلامه، بقالك كتير ما كنتش معانا. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. دكتور احمد، عايزه يعني اول حاجه بس نقول للمشاهدين والامهات تحديدا اللي شايفيننا دلوقتي، ايه اهميه الرضاعه؟ جمعيه اصدقاء لبن الام هي المصريه بسرعه هي انه ربنا خلق لبن الام علشان الطفل. انت بتعمل ايه؟ لبن البقره مع بجمع داتا عشان هتفيدني في المرحله اللي جايه. انت طول عمرك كده تموت في جمع المعلومات. وهي الدنيا ايه غير معلومات، ودايما اللي بيعرف اكتر هو اللي بيكسب. يا محمد خير؟ ايه؟ امتى اشتريتوها وامتى خسرت؟ يا دي المصيبة، يا دي المصيبة. ايه يا سعد في ايه؟ انا بيتي اتخرب، بيتي اتخرب خلاص. اهدى بس فهمني في ايه؟
الاغبياء اللي عندي اشتروا اسهم ب 10 مليون جنيه في شركه، والشركه دي فلست من ساعه واحده بس. يا لهوي، يعني انت خسرت 10 مليون جنيه؟ دي البدايه، وربنا يستر على اللي جاي. انت متسلط عليا ولا فاكر ان الحظ هيخدمك زي المره اللي فاتت وتقول لي عندك خطه؟ بصراحة ما عنديش. يعني دمرتني بغبائك. ومين قال لك انه بغبائي؟ يعني ايه؟ دايما بتفترض انك الذكي الوحيد. ما انا لو افترضت انك استسكيت في موقف زي ده يبقى هفترض فيك الأسوأ وهتأكد انك خاين. انا خنتك وبعتك وقبضت الثمن. وريني ازاي بقى هتخرج من ورطتك دي. المرة دي مش هينفعك ذكائك. معقولة؟ معقولة انت تعمل كده؟ طب ليه؟ ليه واحدة؟ قول ليه وليه وليه وليه. الدرجة دي بتحقد عليا؟ انا بكرهك. ليه؟ ليه؟ ده انت ما شفتش مني غير كل خير. ده جزائي؟ ده جزائي اني وقفت جنبك؟ ده جزائي اني خليتك بني ادم بعد ما كنت رمة ولا تسوى؟ كنت باقي معاك على العيش والملح، وانت اللي خنتهم بطمعك وفراغة عينك. اعتبرتك صاحبي واديتك ثقتي وامنتك على فلوسي. معقولة انت تعمل كده؟ ده احنا طول عمرنا اصحاب من ايام الجامعة. اديك جبت المفيد. من ايام الجامعة وانا كنت بحس دايما ان انت ابن الناس المستحمي اللي عنده عربية. انا ذنبي ايه في ده كله؟ ذنبك انك ارتحت وغيرك شقي. ده انت شرير قوي. مفيش شرير بيبقى شرير لوحده. اكيد في حد بيدفعه لكده. وانا بقى من الناس اللي دفعتك انك تبقى شرير؟ انت اول واحد. ليه؟ ده انا طول عمري بعطف عليك وعمري ما حسستك بفقرك. عطفك ده كان بيقتلني، كان بيحسسني بعجزي. الرفاهية اللي كنت بعيشها معاك كنت بحس انها ايام من الجنة، بتحرم منها اول ما ارجع شقتي الحقيرة. الحاجات دي كلها خلتني اكرهك. انا بكرهك. انت مريض. حتى صفية البنت الوحيدة اللي حبيتها في حياتي حبيتك انت. طب انا اعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه اذا كنت انت مش عارف تلفت نظرها؟ الفت نظرها بايه؟ وانت دايما قدامها ريحتك حلوة وحاطط برفان، دايما قدامها بتلمع. يعني انت لازم تطفيني عشان تلمع انت؟ ما كانش قدامي حل تاني غير كده، لان وانا جنبك كنت دايما انت نمرة واحد وانا نمرة اتنين، وانا لا يمكن اقبل كده لان انا زيك بالظبط. ما تبقى نمرة واحد بعيد عني يا اخي. ايه اللي جايبك تزاحمني في حتتي؟ عجباني يا اخي حتتك، وبعدين خلاص الاوراق اتلخبطت وانت ما بقاش ليك ترتيب اصلا، وبقيت انا نمرة واحد لان التمن اللي انا بعتك بيه خلاني مليونير، خلاني احسن منك. انت انسان حقير، حقير، وهقتلك يا كلب يا زبالة. انا تعمل معايا كده؟ انا تعمل معايا كده يا حقير؟ انا لسه في عمري كتير وهعيش وهتمتع وهبقى احسن منك، انما انت قول على نفسك يا رحمن يا رحيم. يا زبالة يا رمة يا واطي. وفر نفسك للمصايب اللي جايه يا سعد بيه. سلام يا صاحبي. اوعى. ايه ده يا فندم؟ ايه ده؟